كل اللي فعل ال 22,000 فليكس نزل عليه فاتوره وخلاص يفتح ابلكيشن انا فودافون يلاقي كلمه فاتورتي ومفعله. ايه الحل عشان اشيل الفاتوره دي؟ وهل ينفع ارجع لنظام فليكس 260 مره تانية؟ وليه احنا ما نشرناش اصلا عن ال 22,000 فليكس وطريقه تفعيلها؟ اسئله كتيره حابين نجاوب عليها النهارده، والاهم من كده اعرفك ازاي تشيل الفاتوره الخاصه بيك اللي نزلت على الخط بتاعك. بس قبل ما نبدا ما تنساش تهبط اللايك المتين بتاعك للفيديو، وكمان تشترك في القناه وتفعل الجرس لو حضرتك جديد معانا، لان المحتوى اللي احنا بنقدمه هنا في مدرسة أشباح النت مش موجود لا في محتوى عربي ولا محتوى أجنبي. فقبل ما نبدأ أنا محمد ويلا بينا نبدأ. حابب قبل ما أبدأ بس أقول لك إن ال 55,000 ميجا لسه شغالة لحد وقتنا ده. الفيديو احنا منزلينه من شهر فات على قناة اليوتيوب الخاصة بينا اللي هو جربت طريقة باقة فودافون 55,000 ميجا. بدخل شوف الفيديو، كمان حط اللايك بتاعك، عايزين نوصل الفيديو ل 1000 لايك. والناس اللي حابة تاخد 55,000 ميجا تقدر تحصل عليها من خلال الفيديو دوت، من خلال الطريقة اللي احنا منزلينها. أما عن فيديو النهارده فالطريقه سهله وبسيطه جدا، ازاي نشيل المديونيه الخاصه بينا اللي موجوده على الخطوط الخاصه بينا بعد ما فعلنا ال 22,000 فليكس عن طريق المديونيه، وبعد كده نزلت فاتوره على الخط بتاعنا. فخلينا عزيزي كده نجاوب على الاسئله اللي احنا ذكرناها في بدايه الفيديو سؤال كده من غير ما نطول في الكلام بتاعنا. دلوقتي انت عندك كلمه فاتورتي وموجود جنبها مفعل كده، عشان الخط بتاعك يرجع يشتغل تمام من غير اي مشاكل لازم تروح لفليكس 45. طيب يا محمد هروح لفليكس 45 ازاي؟ قدامك حلين، يا اما تحول للنظام دايركت، وهيجي هنا السؤال ازاي احول لنظام فليكس 45. اقول لك الموضوع سهل وبسيط جدا. لو جينا ضغطنا على المزيد كده وبعد كده رحنا على نظامي من المكان دوت، هنا نظام الحساب الخاص بيك. انا طبعا على نظام 14 قرش او ريح بالك بمعنى اصح 14 قرش. وبعد ما بتدخل على النظام الخاص بيك بالشكل دوت، هنا بتلاقي فليكس بقى اكبر واسهل بزياده. حول لباقه فليكس 45 ليك 1500 فليكس هيكفوك زياده ب 23 جنيه. ده فعليا خصم على باقه فليكس 45. انما لو هتجدد النظام من غير الخصم اللي هو الموجود دوت فبتجددها ب 45 جنيه في الشهر. ده بالنسبه لاول حاجه معانا. سواء عندك بقى عرض الخصم على فليكس 45 تقدر تجدد النظام ب 23 جنيه، او ان انت هتفعل النظام مباشره كده ب 45 جنيه. بالنسبه لك كده يا عزيزي انت حولت للنظام كله تمام من غير اي مشاكل. المديونيه اللي عندك على الخط بتاعك او الفاتوره بتاعتك هتبتدي ان هي تتشال. هل في طريقه ثانيه نقدر ان احنا نحول لفليكس 45؟ اقول لك ايوه. كل اللي عليك بس يا عزيزي ان انت هتروح تجيب كارت شحن فليكس 45 وهتبتدي ان حضرتك تشحنه وخلاص على كده مبروك عليك. انما الشحن على الطاير ما بينفعش، لازم تحويل النظام الخاص بيك من داخل الابلكيشن نفسه، او ان انت تجيب كارت فليكس 45 وتبتدي تشحنه، فبالتالي النظام بتاعك بيتحول لفليكس 45. وبكده هيكون مبروك عليك. كلمه فاتوره اللي موجوده عندك دي واللي جنبها كلمه مفعله تلاقيها اتشالت وراجع الرصيد مكانه مره ثانيه. ده بالنسبه لاول سؤال معانا في بدايه الفيديو اللي هو ازاي نشيل المديونيه الخاصه بينا او الفاتوره الخاصه بينا اللي نزلت على الخطوط بتاعتنا بعد 22,000 فليكس عموما. بعد كده عزيزي خليني اوضح لك حاجه بسيطه. انت دلوقتي المفروض عشان تفعل 22,000 فليكس كنت على فليكس 260 اللي هو النظام القديم اصلا اللي كان موجود في فودافون، وابتدت الشركه لغته ونزلت لك مكانه انظمه جديده. خلينا ندور كده. هنا فليكس 45، فليكس 70، فليكس 100، فليكس 150، فليكس 300. هنا فليكس 260 خلاص ما عادش موجود. دلوقتي عشان ترجع لفليكس 260 لازم ترجع لها من خلال سكريبت، والسكريبت دوت يا عزيزي بيكون واخد النظام ده قبل اصلا ما الشركه تبتدي ان هي تحدثه، وبالتالي قبل كده ما كنت عامله في البوت. وبناء ان احنا طبعا لما بنيجي ننشر اي حاجه كله بيبتدي يدور ويلف عليها لحد ما بيوصلوا لها، وبعد ما بيوصلوا لها يا ريتهم بيسكتوا، لا ده بيبتدي ان هم يبيعوها للناس. طب وبعد ما تبيعها للناس في ناس بتاخدها وتروح تبلغ الشركه بالكلام ده، فبالتالي الحاجه بتقفل. فحابب ان انا اقول لك ان فليكس 260 المفروض ان الشركه وقفته، بس احنا طبعا كاشباح النت شغلناه بطريقه ثانيه وقدرنا فعليا ان احنا برضه مشغلين تغيير الانظمه للانظمه اللي اتلغت الخاصه بفليكس من شركه فودافون. فلو الفيديو دوت في خلال اول يوم نزل فيه لو جاب فعليا 1000 لايك هبتدي اعمل لكم ويب سايت كامل او موقع عموما او سكريبت زي ما انتم بتسموه، وهتلاقوا فيه السكريبت دوت هتكتب الرقم بتاعك، تكتب الباسورد، بعد كده كل اللي عليك هتدوس على كلمه تفعيل اللي هتكون موجوده في الويب سايت، ومبروك عليك هتشحن 260 جنيه رصيد صافي. هتلاقي فعليا ان النظام رجعت عليه مره ثانيه. فكله دلوقتي موجود تحت ايديكم. حابب ترجع للنظام يبقى توصلوا الفيديو دوت ل 1000 لايك في اول يوم ينزل فيه. نيجي للسؤال اللي بعد كده، احنا ليه اصلا ما نشرناش طريقه عمل ل 22,000 فليكس؟ بص عزيزي خدها قاعده كده، مدرسه اشباح النت او زي ما انتم بتسموني الشبح فعليا عمري ما هضرك. انا بدايه ظهور على السوشيال ميديا كان في 2014، بس احنا قبلها بسنين اصلا موجودين في المجال دوت. احنا بنحاول بس نشرح دلوقتي الطرق اللي بتفيد الناس، وبناء عليه عمرنا هنا في قناه مدرسه اشباح النت من وقت ما بدانا الى يوم الناس هذا
مميزه، عمرنا ما نزلنا حاجه بتضر فعليا المستخدمين او الناس اللي هي بتتابعنا، لان احنا دايما بنعتبركم ان المدرسه دي والقنوات الخاصه بينا دي بنقول في الاول وفي الاخر قناتكم انتوا مش قناتنا احنا، وبالتالي احنا بنشرح فيها الحاجه اللي انتوا محتاجينها مش اكتر من كده. علشان كده عزيزي من خلال متابعتك هنا لمدرسه اشباح النت او اي صفحه خاصه بينا لاشباح النت عموما، احنا مش بننزل اي حاجه يكون فيها مديونيه عليك، احنا مش بننزل حاجه يكون فيها ضرر عليك، بالعكس احنا بنحاول نجيب لك عروض كده مميزه نبتدي نديها لك بسعر اقل فيها خصم او لحد ما حضرتك تكون مستفاد، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه ضرر على الخط بتاعك او عليك انت كمستخدم فعليا للحاجات دي. فاتمنى يكون كلامي وصل لك بشكل واضح. فالفيديو الجاي بقى انا هسيبه لعرض جديد زي ال 55,000 فليكس كده اللي بخليكم تجددوها او تحصلوا عليها بمبلغ قليل جدا. ففي حاجه معينه كده معانا، فاللي هيعرفها في الكومنتات هكسبه معايا في بدايه الفيديو الجاي 50 جنيه رصيد، طبعا لاي خط هو محتاجه سواء فودافون او اتصالات او اورنج. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش بقى تعمل شير الفيديو دوت، ما تنساش بقى تحط لايك للفيديو دوت، وكمان لو حضرتك مش مشترك في القناه اتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل الجرس كمان بكل الاشعارات عشان يوصلك اي فيديو جديد احنا بننزله. ولو مش بيوصلك اشعارات من القناه الخاصه بينا فكل اللي عليك دلوقتي يا عزيزي ان انت تعمل بس كده الغاء لتفعيل الجرس عندك، بعد كده ترجع تفعله باون كل الاشعارات عشان يبتدي يوصل لك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها. فلحد هنا يا عزيزي اتمنى اكون افدتك من خلال الفيديو دوت، لان احنا جاوبنا على بعض الاسئله المهمه، اللي هو ازاي اشيل الفاتوره الخاصه بيا بعد ما فعلت ال 22,000 فليكس، اللي هو ازاي بعد كده ابتدي ارجع لفليكس 260 اللي الشركه اصلا شالته من الانظمه بتاعتها اللي موجوده. والاهم من كده ان احنا شرحنا فعليا احنا ليه ما نزلناش ال 22,000 فليكس، مع اني شفت كذا كومنت كده مكتوب يا محمد نزل لنا طريقه ال 22,000 فليكس. فدلوقتي بقى ما تنسوش لو حابين ان انا انزل لكم سكريبت التحويل لفليكس 260 كل عليكم ان انتوا توصلوا الفيديو دوت ل 1000 لايك. مش عارف بقى تكونوا قد التحدي دوت ولا ايه. كمان زي ما قلت لك اللي هيعرف الفيديو الجاي احنا هنتكلم عن ايه هيبتدي يكسب معانا في الفيديو اللي جاي 50 جنيه رصيد لاي شبكه هو يختارها. فلحد هنا عزيزي بكون انتهيت، اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.